Either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. هذه واحد كان قالها ارثر سي كلارك باش كتبين لك شحال كبيره اليونيفرس وشحال البوسيبيليتي ديال انه يكونوا ساكنين معنا شي وحدين. في نفس الوقت كيبين لك حتى الا ما كانوا ساكنين معنا شي وحدين غير الضخامه ديال الكون ما كتخليش هذا الاقتراح انه يكون قريب للحقيقه. شنو المعنى ديال الانسان في هذا الكون؟ وعلاش كيبغي يخرج للفضاء؟ واش فعلا الانسان مهم حتى للدرجه؟ واش عنده شي قيمه الا ما كانش الكون؟ واش الوعي البشري صدفه ولا شي حاجه اللي هي يونيك في هذا الوجود كامل؟ غالبا غادي تكونوا شفتوا في هذا اليوم اللي داز المركبه ديال ارتيميس 2 انطلقت غتجيب واحد الدوره على القمر في مده ديال 10 ايام وغتعاود ترجع. كاين واحد الحاجه غريبه في الانسان، من الالاف ديال السنين ملي جا لهذا الوجود هو كيشوف في السماء كيبقى ساكت قدامه، كيلقاش الكلمات اللي غادي يوصفوا داكشي اللي كيشوف قدام عينيه. ماشي غير نجوم وقمر، السماء شي حاجه كبر من هكا، حنا اللي كنتميو ليها وماشي هي اللي كتنتمي لينا. فهمتي هاد الفكره غادي يبدا يبان لك بان الحجم ديال الانسان في هذا الكون صغير بزاف لدرجه انه ما عندوش قيمه كاع. الهضره ماشي باش كتحاول دير لك الاكتئاب، ولكن بالعكس باش كتحاول تجرك من هذيك الفكره ديال علاش غادي نتقلق، علاش مثلا غادي نتعصب، علاش مثلا شي واحد غادي ينيرفيني بشي كلمه قالها. هادو كيبقاو غير مشاكل وكيطراو في الارض وكيبقاو في الارض. دابا ملي كنشوفوا شي رحله للفضاء بحال ارتيميس 2 الناس كيهضروا على الصواريخ، تكنولوجيا، القمر، رحلات ديال الاستكشاف، ولكن بالنسبه لي هادشي كامل ماشي هو الموضوع الحقيقي. ارتيميس 2 غير باب، غير واحد الشراره، غير اللحظه كتفكرك باللي الانسان مازال فيه داك القلق القديم، داك الفضول القديم، داكشي اللي كيخليه ما يرضاش يبقى غير داخل الحدود اللي تزاد فيها. الا كانت عنده الرضا ديال بانه يبقى وسط الحدود اللي داخل فيها ما غاديش يخرج كاع من الكرش ديال الماء. حيت القضيه ماشي هي واش نقدروا نوصلوا للقمر، القضيه انها علاش اصلا عندنا هذه الرغبه نخرجوا من الارض. هنا كيبدا الموضوع الحقيقي. الانسان في هذا الكون شنو هو في الاصل؟ شفنا الانسان واحد الكورنر ديال الماديات غادي يبان لينا ضعيف بزاف، كوكب صغير بواحد المجموعه الشمسيه اللي هي صغيره وكيدور على واحد النجم اللي هو عادي مقارنه بالنجوم اللي حداه. هادشي كامل كيطرا في مجره دايرين بها بزاف ديال المجرات في الكون اللي واسع لدرجه ان حتى الخيال ديال الانسان بعض المرات ما كيقدرش يتصور الحجم ديالو. يعني من ناحيه ديال الحجم الانسان ما كيساوي حتى شي حاجه. من هنا كيوقع واحد الصدام، حيت الانسان من الداخل ما كيحسش براسو حتى شي حاجه. من الداخل الانسان مجموعه ديال الاحاسيس، كيبكي، كيفرح، كيتقلق، كيبني الاحلام ديالو، كيمرض، كيخاف من الموت وكيقلب على المعنى. يعني من واحد الجهه حنا صغار مقارنه بهذا الكون، ولكن من واحد الجهه واحده اخرى داخل الصغر كامل كاينه واحد الحاجه اللي هي في شكل اللي كتسمى بالوعي. وهنا كاين السر. يمكن الانسان ماشي مهم من ناحيه الحجم، ولكن مهم من واحد الحاجه اللي بوحدو كيتميز بها على الكائنات اللي كاينين في هذه الارض، قدره باش كيعرف انه راسو راه كاين، انه حي. شوف شحال من حاجه كاينه في هذه الارض ولكن ما وصلش لديك الدرجه ديال الوعي عند الانسان. النجمه كتضوي ولكن ما عارفاش راسها بلي راه كتضوي، مجره كدور في الصمت ولكن ما كتسولش راسها علاش كدور. اما الانسان غير واحد البارت صغيره من الماده، ولكن هاد الماده ولات كتفكر، ولات كتسول على الوجود، ولات كتشوف راسها من الداخل. وهنا فين كاين القيمه ديال الانسان، ماشي في القوه ولا الحجم او حتى في انه يحط راسه مركز الكون. الانسان هو داك الجزء من الكون اللي يقدر يعطي وعي للكون. هاد الفكره كتبدل كلشي، حيت بزاف ديال الناس كيظنوا انه الا ما كانش الانسان مركز الكون اذا ما عندوش قيمه، ولكن هاد الفكره فيها واحد الخطا اللي هو كبير. علاش ضروري خصنا نكونوا مركز الحاجه باش تكون عندنا معنى؟ يمكن العكس هو اللي صحيح. يمكن الجمال الحقيقي بان الكون ماشي مديور لينا حنا بوحدنا. يعني القيمه ما كتجيش من اننا اكبر حاجه في الوجود، القيمه كتجي من اننا قادرين نوعاو بالوجود ديالنا. وهنا الفضاء كيرجع مهم، ماشي حيت كيخلينا ابطال، ولكن كيحطم واحد الوهم قديم، الوهم اللي كيقول بلي راه حنا مركز الكون. حيت من الارض ساهل بزاف تحس بلي راه العالم داير عليك، حياتك، مشاكلك، الرغبات ديالك، الخوف ديالك وحتى الطموح، كلشي كيولي واحد المسرحيه كبيره ملي كتخرج من الارض وكتشوف الصوره الكبيره. وهذا هو اللي كيتسمى بالادراك وما خصوش يخلعنا. بالعكس الانسان عنده واحد المشكل نفسي عميق كيخلط بين التجربه ديالو وواحد الحقيقه مطلقه، حيت كيشوف غير من الجهه ديالو. العين البشريه بعقل بشري بمخ تخلق فوق الارض بجسد متاقلم مع الجاذبيه مع النهار والليل. يعني حتى الطريقه اللي كنفهموا بها العالم راه ماشي محايده. المخ ديالنا كون باش يخلينا نعيشوا الظروف ديال هذه الارض،
ماشي باش يعطينا الحقيقة المطلقة ديال الكون. هنا كنرجعوا للسؤال ديال الوقت. مثلا حنا فوق الأرض كنظنوا بلي الوقت حاجة واضحة، نهار، الليل، الشهر، العام، الساعة والدقيقة. ولكن في الحقيقة بزاف من هذا التنظيم مرتبط بالدوران ديال الأرض، بالحركة ديالها، بالإيقاع ديال الضوء والظلام، وبالطريقة ديال العيش ديال البشر فوق هذه الأرض. يعني حتى المفاهيم اللي كيبانوا لينا طبيعية بزاف وما كنعطيهمش واحد الاهتمام ممكن يكونوا غير محليين، يعني خدامين مزيان غير هنا، ولكن ماشي بالضرورة هما مقياس ديال الكون أو الواقع كامل. مثلا الا كنتي دير واحد المكانه في يديك وطلعت للفضاء، واش داك الوقت اللي كتبدا تعطيك ديك المكانه واش مهم برا الارض؟ داك عقارب الساعه اللي كيبداو يدوروا عندهم الاهميه غير فوق هذا السطح ديال الارض. نفس الشيء على الاحساس بالحركه، على الايقاع ديال النوم. يعني الانسان يسحاب لي باللي راه عايش الواقع كما هو، ولكن يمكن غير هو كيعيش النسخه الارضيه من داك الواقع، والفضاء كيجي باش يكشف لينا هادشي.